قانون غزو لاهاي. بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا وزير الدفاع السابق، منذ يومين أصدرت المحكمة مذكرة اعتقالهم. وبما أن المحكمة معترف بها من قبل 123 دولة في مختلف أنحاء العالم، هذا يعني إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أو وزير الدفاع إلى أحد هذه الدول فلا بد أن يتم اعتقاله هناك ويتم تقديمه للمحكمة في لاهاي حتى يتم الحكم عليه. منذ يومين أيضا كانت هناك زيارة رسمية لوزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل، وبعدما تم إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو تم إلغاء هذه الزيارة. وصرح أيضا وزير الخارجية الهولندي في البرلمان الهولندي، قال إذا زار أو إذا جاء نتنياهو إلى هولندا فسيتم اعتقاله وتقديمه للمحكمة حتى يتم الحكم عليه في الجرائم التي يتورط فيها، من بينها الإبادة وحرب غزة. وهذا ما جعل أحد السيناتور أمريكي يخرج بتغريدة على حسابه على منصة إكس يهدد هولندا، قال بأنه سيتم غزو هولندا أو استخدام قانون غزو لاهاي حتى يتم إطلاق سراح نتنياهو. وهذا القانون يعتمد من قبل أمريكا منذ سنة 2002، حيث يسمح لأمريكا أن تتدخل إذا تم اعتقال أحد رؤساء الدول التي تعتبر دول حليفة لأمريكا. وبما أن إسرائيل أحد الدول الحليفة لأمريكا، وحتى إذا تم اعتقال نتنياهو وتم تقديمه للمحكمة في لاهاي وتم الحكم عليه، فلا بد للولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل حتى يتم إطلاق سراحه. هذا السيناتور الأمريكي قال سيتم غزو لاهاي ولو حتى بالقوة حتى يتم إطلاق سراح نتنياهو. وبعدما أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقالهم وتم إلغاء زيارة التي كان متوقعة لوزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل، خيرت فيلدرس لديه رأي آخر، قرر هو أن يقوم بزيارة إلى إسرائيل حتى يلتقي بصديقه نتنياهو. وكان تصريح رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف تصريح آخر، قال هذا يبقى اختياره، فلا يوجد أي شيء سيمنعه من زيارة إسرائيل. مع العلم أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ يومين أصدرت مذكرة اعتقاله، ورغم ذلك قرر خيرت فيلدرس أن يقوم بزيارة إسرائيل حتى يلتقي بنتنياهو. تحياتي لكم والسلام عليكم.